ازيكم يا شباب؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم ابراهيم دومو من قناه اكاونتنج كورس. باذن الله في الفيديو النهارده هنتكلم عن ماده الاقتصاد الدولي او تكمله لعملي لماده الاقتصاد الدولي. زي ما انتم عارفين قلنا ملخص الفصل الاول، وقلنا مساله مهمه جدا جدا جايه في الامتحان، يعني هتاخد 25% من الامتحان. النهارده بقى المساله بتاعتنا يعني سؤالين بالكتير هيجوا منها في الامتحان. تمام، كويس جدا. انت النهارده بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك دولتين، عندك دولتين بيستوردوا الاثنين من بعض، عندهم الف وب، دوله الف ودوله ب، بينتجوا بطاطين وسجاد. تمام. بيقول لك عشان تنتج بطاطين والسجاد بتحتاج لعنصر عمل، يعني بتحتاج عماله، بتحتاج لراس مال، بتحتاج لارض. يبقى انت عشان تنتج البطاطين دي معطيات، بتحتاج لعمل، راس مال، ارض. بيقول لك سعر الانتاج في الدوله الف، يبقى انت عندك دولتين، دوله الف ودوله ب. بيقول لك سعر العمل في دوله الف 6، وراس المال في الدوله الف 4، والارض في الدوله الف 1. طب السعر العمال في الدوله ب 1، راس المال في الدوله ب 4. يعني من الخلاصه كده الاسعار ديت بتكون مديها لك. تمام. وكميه البطاطين بقى اللي هو بيكون محتاجها مديها لك برضه. كويس جدا. تمام، دي زياده بقى. تمام. وكميه السجاد بيكون مديها لك، يعني بيديك اسعار كل عنصر من انتاج في دوله الف ودوله ب. هو بيقول لك عايز ينتج كميه من البطاطين كذا، وعايز ينتج كميه من السجاد كذا. يعني ايه؟ يعني بيقول لك عشان ينتج كميه من البطاطين بيحتاج 1 من العمال، و1 من راس المال، و1 و100 من الارض. طب عشان ينتج كميه من السجاد بيحتاج 30 عامل، وراس مال 1 وارض 10. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك عايز تعرف ايه السلعه اللي هتتخصص فيها كل دوله. تمام. اول ما تشوف المساله ديت ويكون مديك دولتين ومديك سلعتين، وعايز يعرف ايه تحديد سلعه التخصيص التي تتخصص فيها كل دوله، وتحديد تكلفه الانتاج لكل السلع، وتحديد معدل التبادل. بيقول لك اول حاجه في الحل هتعمل جدول كده، جدول تاني بقى، جدول تاني. تمام. هنحاول بس نصغر الجدول. تمام. بيقول لك ايه؟ بيقول لك هتكتب بقى العمل، عناصر الانتاج، عناصر انتاج العمل، راس مال، الارض الاجمالي. تمام. احنا عندنا كام دوله؟ عندنا دوله الف ودوله ب، يبقى هتكتب الاسعار في الدوله الف والاسعار في الدوله ب. اسعار العمل في الدوله الف 6، راس المال 4، الارض 1. تمام. 1 4 6. تمام. بتنقل عادي، بتنقل. تمام. انت بقى هيخش عندك، انت هتنتج ايه؟ هتنتج بطاطين وهتنتج سجاد. تمام. هتنتج بطاطين في الدولة ألف وبطاطين في الدولة ب، وهتنتج سجاد في الدولة ألف وهتنتج سجاد في الدولة ب. تمام. كان بيقول لك عشان تنتج بطاطين في الدولة ألف كان في كمية معينة، يبقى هنعمل هنا أهو، هنكتب كمية الإيه؟ كمية اللي بيحتاجها للبطاطين. كان بيحتاج كام عشان ينتج كمية من البطاطين؟ 1 100. ركز بالله عليك معايا. دلوقتي اول حاجه انت بتكتب العناصر، بعد ما تكتب العناصر هتكتب اسعار الايه؟ عناصر الانتاج. بعد كده احنا عايزين ننتج بطاطين وعايزين ننتج سجاد. انتاج البطاطين بيبقى عامل ازاي؟ بتقول سعر العمل في الكميه. ركزوا بقى معايا يا شباب. بصوا دلوقتي اول حاجه كتبنا العناصر، بعد كتبنا العناصر كتبنا اسعار العناصر، بعد ما كتبنا اسعار العناصر كتبنا الكميه اللي بيحتاجها لانتاج البطاطين. بعد كده هنقول ايه؟ بعد كده هنضرب كل سعر من العناصر دي في الكميه البطاطين، هتطلع لنا تكلفه البطاطين في الدوله الف وتكلفه البطاطين في الدوله ب. انت دلوقتي جبت تكلفه البطاطين في الدوله الف، هتجمعها وتجيب الاجمالي. تكلفه البطاطين في الدوله الف هتقول ايه؟ هتقول السعر في الكميه 6 في 1 ب 6، 4 في 1 ب 4، 1 في 100 ب 100. كده انت جبت تكلفه البطاطين في الدوله الف، هتيجي تجمعهم هتلاقي ب 110. يبقى انت في الدوله الف عشان تنتج بطانيه هيكون سعرها 110. تمام. طب في الدوله ب، قال لك في الدوله ب سعر العمل بواحد، والكميه اللي انت تحتاجها واحد، يبقى 1 في 1 بواحد. تمام. راس المال قال لك سعره 4، والكميه اللي انت محتاجها من راس المال 1. تمام. قال لك الارض بتحتاج ارض بمبلغ 6، السعر 6 والكميه بتحتاج 100، يبقى 6 في 100 ب 600. هتيجي تجمع هتلاقيهم 605. فبالتالي دلوقتي الدوله الف
بتنتج البطانيه ب 110 والدوله ب بتنتج البطانيه ب 105. مين المتخصصه؟ مين اللي عندها ميزه مطلقه؟ الدوله الف هي اللي بتنتج بطانيه احسن عشان بتنتجها بسعر اقل. تمام. انت دلوقتي هتخش على ايه؟ هتخش على السجاد. قبل ما تخش على السجاد هتكتب برضو تكلفه اهو لا كميه بقى، هتكتب كميه انتاج السجاد. كميه انتاج السجاد 30 1 10. بقول لك عشان تنتج السجاد في الدوله الف بتحتاج من العمل، تمام، العمل سعره 6. بتحتاج كام عامل؟ 30 عامل. بيبقى تقول 3 في 6 يبقى ده السعر ودي الكميه. والتكلفه انت عايز تجيب تكلفه انتاج السجاد في الدوله الف، تكلفه بتساوي السعر في الكميه. السعر 6 والكميه 30. هتقول 6 في 30 120. 6 في 30 ب 180 مش ب 120 ب 180. تمام. بعد كده عايز تجيب تكلفه راس المال. راس المال هتقول سعر راس المال في الدوله الف في الكميه 4 في 1 ب 4. تمام. بعد كده الارض 1 في 10 بكام؟ 1 في 10 ب 10. تمام. هيطلع معانا كلها بكام؟ ب 114 يعني 10 194. تمام. يبقى السعر تمام. يبقى انت دلوقتي جبت تكلفه السجاد في الدولة ألف. بتجيب تكلفة السجاد في الدولة ألف إزاي؟ هي عن طريق بتضرب أسعار الإنتاج في الدولة ألف في الكمية اللي بيحتاجها عشان تنتج الإيه؟ السجاد. أنا هاخد مثال تاني على السجاد في الدولة ب. الدولة ب سعر العمل فيها كام؟ 1. يعني مثلا نقول سعر جنيه عشان تأجر مثلا عامل جنيه. طب أنت عايز كام عامل؟ 30. يبقى تقول 1 في 30 ب 30. تمام. طب رأس المال كان في الدولة ب 4 اهو ب4. وانت كان محتاج كام راس مال عشان تنتج سجاد؟ محتاج 1. يبقى 4 في 1 ب4 يا رب. طب ارض، سعر الارض كام في الدوله ب6. طب انت محتاج كم من الارض عشان تنتج؟ يعني محتاج كميه ارض قد ايه عشان تنتج سجاد في الدوله ب؟ محتاج 10. يبقى 6 في 10 ب 60. هتيجي تجمع هتلاقي تطلع معاك 90 94. تمام. يبقى الدوله ب متخصصه في السجاد والدولة ألف متخصصة في البطاطين. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك تحديد السلع التي تتخصص فيها كل دولة. اهو يبقى انت بتعمل الجدول ده. الجدول ده عبارة عن العناصر، اسعار العناصر في الدولة ألف والدولة ب. بعد كده بتكتب كمية البطاطين. بعد كده بتجيب تكلفة البطاطين في الدولة ألف عن طريق السعر في الدولة ألف في الكمية اللي بيحتاجها البطاطين. بعد كده بتقول تكلفة البطاطين في الدولة ب وهي عن طريق السعر العناصر في الدولة ب. تمام. في الكميه. تمام. وبعد كده بتجيب السجاد. بتقول السجاد ايه؟ السجاد وهي السعر في الدوله الف في الكميه اللي بتحتاجها عشان تنتج سجاد. كده انت بتجيب ايه؟ تكلفه. يعني من الخلاصه التكلفه بتساوي السعر في الكميه. تمام. وبعد كده بقى تيجي تبص على المعطيات. بيقول لك تحديد السلع التي تتخصص فيها كل دوله. احنا قلنا انت بتروح للدوله الف والدوله ب في البطاطين، لقيت ان الدوله الف ب 110 يبقى الدوله الف هي المتخصصه اقل. تمام. طب الدوله ب، الدوله ب لانها هي اللي متخصصه في السجاد. كده جاوبنا اول حاجه. وده يجي على شكل اختيارات، يجيب لك جدول زي ده ويقول لك الدولة ألف هي المتخصصة في إنتاج البطاطين ولا الدولة ب ولا ألف وب ولا كل ما سبق. يعني هي اختيارات بقى، ما احنا زي ما احنا عارفين MCQ. تمام. تاني حاجة تحديد تكلفة إنتاج كل سلعة في كل دولة. أهو تكلفة إنتاج السلع في كل دولة. البطاطين تكلفة إنتاجها كام؟ في الدولة ألف 110. طب البطاطين في الدولة ب 605. طب السجاد في الدولة ألف تكلفته 194. طب السجاد في الدولة ب 94. تمام. تالت حاجة بيقول لك إيه؟ تحديد معدل التبادل الداخلي في كل دولة، وأي دولة يكون فيها معدل التبادل الداخلي أقل. عشن تجيب معدل التبادل الداخلي للدولة بتقسم السلعة س على ص. يعني بتقسم البطاطين على السجاد للدولة ألف. تمام. بص بقى ركز معايا. بتقسم الدولة ألف للبطاطين في إنتاجها للبطاطين على الدولة ألف في إنتاجها للإيه؟ للسجاد. هتقول 110 على 194. تمام. دي كده انت جبتها للدولة ألف. ديت معدل الايه؟ معدل التبادل الداخلي. يعني انت هتبدل 110 من البطاطين على 194 من الايه؟ السجاد. تمام. معدل التبادل الداخلي للدولة ب وهي نفس الفكرة، وهي البطاطين ب 605 على السجاد اللي هي كام؟ 94. تمام. بيقول لك اخر حاجه عندنا يا شباب، بيقول لك معدل التبادل الداخلي اقل في انهي دوله؟ هيكون في الدوله الف عشان تكلفه س اقل من ص. معدل التبادل الداخلي بيكون اكبر لو س اكبر من ص. يبقى في الدوله ب معدل التبادل الداخلي اكبر عشان س اللي هي البطاطين سعرها اكبر من ص. يبقى اول ما تلاقي س
اكبر من صاد يبقى ديت الدوله دي فيها معدل تبادل داخلي اكبر. طب لو لقيت س اقل من صاد دي كده معدل تبادل داخلي اقل. يا رب المساله دي تكون وصلت، والمساله دي مهمه جدا جدا. ولو انت طبعا يعني في نقطه ما فهمتهاش او كده اكتب في التعليقات عشان نوضحها الفيديو الجاي. وما تنساش لو انت لسه ما اشتركتش في القناه فاشترك واتفرج على فيديوهات المحاسبه والاداره. وشكرا لاستماعكم، واهم حاجه رايك في التعليقات، هل استفدت ولا لا؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونلتقي في فيديو اخر باذن الله.